السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله راكم كاع غايه وصحتكم لاباس. اليوم جبت لكم هذا التحليه اللي راها دايره حاله في تيك توك، ترند، كاع الناس جربتها، انا شفتها عند الخليجيين، شفتها عند الجزائريين، بزاف بنينه وجربتها. تحليه دولتشي كيك هكا يسموها، جايه خليط كيما نقولوا بين تيراميسو والكيك العادي، كراميل كريمه، بزاف بنينه، تستاهل والله العظيم، غير جربوها، بزاف بنينه. نبداو بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اول حاجه غادي نخدم الكراميل، انا خدمته برك في الدار. نتوما اذا بغيتو تشروه جاهز شروه جاهز، يجيكم ثقيل عادي. هذا ثاني اللي غادي نخدمه لكم اليوم، ثاني يجي ثقيل عاقد، ماشي من هذاك اللي يجيكم خفيف يعني ما يقعدش تبان طبقه، هذا يجي ثقيل. ندير كيما شفتوا كاس تاع سكر، نخليه يذوب على نار قليله حتى يذوب كيما راكم تشوفوا. نبدا نحرك غير الطاوه، كي نحسه هكا كاع ذاب مليح، نحط مغرف تاع الحطب ولا تاع السيليكون ونحركه حتى يذوب تماما. هذاك السكر لازم ما تبقى لي حتى حبيبه تاع سكر. نزيد عليه الرشه تاع الملح باش يتعدل لي الذوق. وكيما شفتوا من قبل ثاني درت كاس تاع حليب، نفس الكاس اللي عبرت به درت كاس تاع حليب ودرت معاه مغرف كبيره تاع مازينه، ذوبتها فيه خليتهم دوكم بعدا نديرهم هنايا باش نعزز الذوق تاع الكراميل. جبت بو ولا علبه تاع فلون كراميل، هذاك كريم كراميل داك الديسير، وخلطتها شويه مليح، ومن بعد درت هذاك الكاس تاع الحليب. راكم تشوفوا كيفاش تحجرت وكشغل صاي، تحسوها كاع خسرت عادي جدا، ما تخسر ما والو. شوفوا هنا انا الزبده نسيتها نورمالمون، شوفوا الزبده ديروها مباشره بعد ما يذوب لكم السكر. كي تشوفوا السكر صاي ذاب تماما، ديروا هذيك المغرف تاع الزبده، ومن بعد تزيدوا هذيك العلبه تاع فلون كراميل، وزيدوا الحليب مع المايزينا. هذه هي. اذا ما بغيتوش مثلا ديروا هذيك العلبه تاع فلون كراميل وكان عندكم معطر تاع الكراميل ديروا، ولا قادر كاع تستغناو عليه. كي تشوفوا رفد غاليه غاليتين حتى 3 غاليات كيما كذاك، جيبوه فرغوه وتشوفوه كيما هكا باللي يبان لكم خفيف وعادي جدا، لانه غير يبرد يتماسك. نجي نحط كاع هذيك الكميه، نديرها في هكا طبسي ولا بول اللي باش نغطيه، ندير له سيلوفان ونغطيه. لازم يلامس السيلوفان ولا بورصه، ولا لازم يلامس لي عفوا هذاك الكراميل ولا تاعي، باش ما تربيليش من بعد هذيك القشره ونخليها تبرد. لازم تبرد لكم مليح، لازم كل هذه الطبقات يجوا باردين. بالنسبه للكراميل هذه اول حاجه انا بديت بها، نبدا بالكراميل. غادي نجي للكيك ولا للموسكوتو. بما انه راه حلاوه فدرت نص كاس تاع سكر، درت 2 حبات تاع بيض، رشه تاع الملح، واه هادو زوج، نص كاس تاع السكر، 2 حبات بيض، رشه تاع الملح، نضربهم غايه مع بعضهم. نزيد لهم كاس حليب دافي، بما انه انا الحبات تاع البيض نسيت ما خرجتهمش من الفريجيدير، فدرت لهم الكاس تاع الحليب دافي يعاونني في البيض ويعاونني ثاني باش يذوب هذاك السكر. ونزيد عليهم نص كاس تاع زيت بالتدريج. لازم عفوا نخلط كاع المكونات مليح مع بعضهم باش نضمن كل حاجه تتحل مليح. كل ما ندير حاجه نخلطها مليح. نجي للنواشف، درت 2 كيسان فرينه، هذا الكاس الاول. ندير باكيه كامله تاع خميره تاع الكاطو ومغرف كبيره تاع كاوكاو. بالنسبه للفرينه كل وحده والنوعيه تاع الفرينه تاعها، انا دات لي 2 كيسان فرينه ومغرف كبيره تاع كاكاو، وانتم كل وحده الفرينه تاعها. درت المره الاولى الكاس الاول تاع الفرينه مباشره، درت المغرف تاع الكاكاو، ودرت الباكي تاع الخميره، ونجيب الكاس الزوج. انا بديت ندير بالتدريج، يعني درت نص ربع ومن بعد كملتها كاع كي شدت القوام. هذاك هو يعني بالمجموع 2 كيسان تاع فرينه، مغرف كبيره تاع كاكاو، وباكي تاع خميره تاع الحلويات، يعني وزن 10 غرام. انا درتها في هذاك المول المربع هذاك تاع الزجاج. انتوما اذا كان عندكم المول كبير قادر تضاعفوا المقادير، ولا اذا درتوها في المول هذاك الاسطوري ثاني ديروا غير حبه بيض. بالنسبه للمول انا قلت لكم درت في هذا تاع الزجاج اللي غادي تشوفوا، وبغيت نقلعها، يعني كي طيب لي نقلعها. هنايا شوفوا عفوا بعد نرجع لكم، درت مغرف كبيره تاع الخل باش تعطيني هذيك الهشاشه والخفوفيه في المسكوتشو تاعي ولا الكيك. نرجعوا للمول، درتي هذا تاع الزجاج، درت له الورق طهي كيما راكم تشوفوا باش من بعد نقلعها، نظمها بلي تقلع، لانه غادي نقسمها على 2
دوكا ما نحرق لكمش المراحل. دوك تشوفوا درت ورق الطهي، درت فرينه زيت وكاكاو، ونحط على الخليط تاعي هذاك نحطه ونديره يطيب. انا كنت على الفرن على 160 حتى 170 درجه، ونخليها طيب على راحتها وعلى غرضها. لازم شوفوا هنا كي طيب الكيك ما تجوش ديروه في الطبقه الثالثه بعد كي نولوا نديروه في المونتاج، لازم يكون بارد، هو يكون بارد تماما والكراميل تكون بارده تماما. بالنسبه للكريمه البنينه هذه الكريمه ديروها في اي تحليات عندكم تجيكم بزاف بزاف بنينه. شوفوا جبت زوج علب تاع هذا جبن طبيعي. هي الكريمه الاصليه تاع دولتشي كيك كيفاش تجي دايره، يديروا فيها زوج علب تاع ياغورت طبيعي، ديروا فيها شونتيي، ديروا فيها كريمه الحلويات كريم فريش خاصه بالحلويات، ويديروا فيها النيسلي تاع كاطو. انا هنايا ما بغيتش ندير النيسلي، ما بغيتش نكثر على روحي بزاف، درت زوج علب تاع جبن طبيعي بنفس هذيك العلبه. عبرت وحده كيما راكم تشوفوا كريمه، وحده تاع شونتيي، علبه يعني، وعلبه تاع حليب. في بلاصه ما هما في الوصفه الاصليه يديروا النيسلي، انا درت الحليب عادي باش نضمن بلي تطلع لي، ومغرف كبيره تاع السكر. بالنسبه للسكر قادره ديروها كيما قادر تستغناو عليها ثاني عادي، يعني ماهيش مهمه العلبه عفوا المغرفه الكبيره تاع السكر. نعاود لكم المقادير راني كاتبتهم بصح نعاودهم لكم. زوج علب تاع جبن طبيعي كما شفتوا، علبه تاع حليب، علبه تاع شونتيي، علبه تاع كريمه الطبخ، الحلويات عفوا، ومغرفه كبيره تاع السكر. نخلط كاع المكونات، سكر ناعمه ماشي سكر تاع حبيبات، نخلط كاع هادو المكونات غايه مع بعضهم، نخليها تطلع شويه. كريمه تاع الحلويات كيما على بالكم تطلع فما تطلعوهاش بزاف، ونخلط ونجي ندير المونتاج تاع الكيكه تاعي. هنايا بعد ما بردت نجي نقسمها على زوج كيما قلت لكم. نتوما بغيتو تكبروا الحجم، بغيتو ديروها في المول هذاك الاسطوري، كل وحده وعلى حساب العائله تاعها. انا درت غير في هذا بما انه رانا قلال. نجيب هذيك الكريمه بعد ما طلعت غير شويه، ما طلعوهاش بزاف، تشوفوها باللي خفيفه بصح عادي، غير ديروها في الفريجيدان غادي تتماسك وتحكم روحها. ندير طبقه هكا خفيفه ماشي كاع طبقه اللي تكون كبيره بزاف في الاسفل، ونجي ندير الطبقه الاولى تاع الكيك كيما راكم تشوفوا. ونجي لازم هنايا تشربوها مليح بالقهوه، قهوه عادي طايبه بلا سكر، ما نديرولهاش السكر باش ما تجيكمش حلوه بزاف وتقهم، ولا خلوها غير بلا سكر تجيكم بزاف بنينه. غير جربوها على ضمانتي والله العظيم، غير تحليه بزاف بنينه. جربوها ديروها في قوالب فرديه، ولا ديروها كيما هكا للعائله، ديروها للمناسبات، بزاف بنينه، حاجه راقيه كلاس تحمر لكم وجوهكم. كيما قلت لكم ديروا هذه الطبقه الاولى تاع الكيك، شربوها مليح بالقهوه، عاود ديروا الطبقه الاولى تاع الكريمه. حاولوا انكم هذيك الكريمه تقسموها على زوج طبقات، يعني طبقات متساويه كما راكم تشوفوا، وسووا لها السطح تاعها. بالنسبه للكراميل، هذه الكيكه ولا هذه التحليه تاع دولتشي كيك لازم 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 الكراميل تجي باينه فيها شغل طبقه تاع كراميل. انا المره الاولى جيت ندير غير بالمغرف ما ساعدتنيش، درتها هنايا في بوش وبديت ندير، درت بالبوش كاع خطوط كيما راكم تشوفوا، ومن بعد عاونت روحي ثاني جبت بالمغرف. لازم كيما قلت لكم في هذه التحليه هذه دولتشي كيك تبان تجي باينه الطبقه تاع الكراميل، وما ديروش كراميل خفيفه اللي تتشرب لكم في الكيك ولا ما تبانش، ولا لازم كراميل تكون ثقيله. يا تشرو كراميل جاهزه مباشره من هذيك الثقيله نوعيه مليحه، ولا تخدموا كراميل وحدكم في الدار ديروا هذه الطريقه، ولا راهم كاينين شحال من طريقه وكل وحده والطريقه اللي تخرج عليها. المهم الطبقه تاع الكراميل كما قلت لكم تجي باينه، طبقه تاع كريمه بيضاء، موراها طبقه تاع كيكه، موراها مشربه، موراها طبقه تاع كريمه بيضاء، موراها طبقه تاع كراميل، وهذه الطبقه التاليه تاع الكيكه ثاني لازم تتشرب كما قلت لكم تتشرب مليح. هذه الكيكه
نعاود لكم جايه كشغل بين التيراميسو والكيك العادي، وديروا طبقه اخيره هنايا تاع الكريمه، توزعوها مليح. انا شوفوا هنايا كي بديت نوزع فيها ف كشغل غبنتني، تخلطت لي الكريمه مع الكيك، فعادي جدا يعني ما تخافوا ما والو، لانه غادي من بعدا نديرو طبقه تاع كاكاو ملفوفه غادي كاع تغطي لنا هذو العيوب. يعني لازم تسولها السطح اول حاجه، ومن بعد ترشوا فوقها الكاكاو. هذه تاع لازم يعني ما كاش حاجه اختياريه، فلازم ديروا كاكاو لازم في هذا الكيك. الحاجه اللي لازم ثاني لازم نديروها، ولازم عليكم ديروها، تخلوها تبرد. يعني 3 سوايع 4 سوايع، ديروها العشيه، ديروها حتى كاع الصباح، وخلوها العشيه مور العصر ولا في الليل ولا في السهره ولا راه مهم تنتكل بارده. انا للامانه خليتها غير واحد الساعتين برك في الفريجيدان، يعني ما طولتش عليها بزاف، بصح نتوما خلوها تبرد باش تعطيكم نتيجه مليحه، نتيجه هايله، نتيجه مرضيه. بما انه راكم كاع وصلتوا هنا خواتاتي، خلونا جيم على لا فيديو، اشتراك في القناه، الاكثريه جيم على لا فيديو باش هكا توصل لعدد كبير من الناس ويشوفوا عدد كبير من الناس وتطلع القنوات. اذا بغيتوا، اذا ما بغيتوش عادي. شوفوا لي هنا انا قلت لكم ما خليتهاش بردت مليح فماش متماسك. طبقه تاع الكراميل كيما شفتوا باينه، الطبقات كاع باينين، سورتو الكراميل. فجربوها غادي ان شاء الله بربي كاع تصدق لكم، كاع تنجحوا فيها. حاجه سهله ماهله، مقاديرها ثاني اقتصاديين. غير بالك كريمه الحلويات ماهيش بالك حتى غاليه، يا ربي تكون كاع تكون غاليه، تكون 20,000. انا والله ما على بالي شحال شريناها. فسهله ماهله اقتصاديه، والاهم بنينه تحمر الوجه. حطوها ليافكم، حطوها حتى غير رواحكم، ديروا حاجه بنينه قادره ديروها في ليفيغين تحليات هكا فرديه، كل واحد يدي وحده هكا تاعه، ولا ديروها كيما هكا في المول كبيره وكل واحد يدي الحق تاعه ولا القطعه تاعه. بهذا نكونوا وصلنا لنهايه لا فيديو. ما تنساوش تخلونا جيم على لا فيديو باش يطلع العدد كبير من المشاهدين ويشوفوا عدد كبير من الناس القناه. يعني جيم ماكم خاسرين والو، غير ديروا غير جيم، ما تخلصوا عليه ما والو. نقولكم صلوا بزاف في رواحكم، نتلاقاو في فيديو اخر في وصفه اخرى. ما تنساوش جيم، اشتراك في القناه، وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم عدد كبير من الفيديوهات.